حط شخص في بالك أيا كان برجه، ويلا بينا نشوف مين فيكم بيحب التاني أكتر، انت ولا هو. يلا كده خلينا نشوف مشاعر حبيبك اتجاهك. مشاعرك انت اتجاه حبيبك. والله أنا شايفة مشاعر حبيبك اتجاهك، لأ هو حبيبك يعني مبهور بيك، شايفك يعني حاجة عالية، نجمة من السما، طاير بيك من الفرحة. بيحس ان انت اعلى امنية ممكن هو يوصل لها، مرتاح ليك نفسيا وجسديا، بيحبك بجد. واضح في مشاعره اتجاهك، انت اللي ممكن صارم شوية، والشخص ده معرفش يتماشى مع تفكيرك او طريقة دماغك، ومعرفش يمشي باسلوبك، فممكن يعني عاند معاك وبدأ يتعامل زيك، لكن هو مش زعلان منك، يعني الشخص ده مش زعلان منك. هو بيحبك، لكن ممكن لما انت قعدت فترة طويلة ما تكلمهوش الشخص ده عاند وتحول زيك، لأنه تعب من كتر ما هو بيحبك، ما كانش متعود على البعد الكبير ده، فلما لقاك ان انت بتقدر على البعد هو تعب جدا وقرر انه يعمل زيك. لكن الشخص ده مش قوي الشخصية زيك ولا بيقدر يتحمل زيك، فهو تعبان دلوقتي. عندي برج الميزان والسرطان والدلو. ميزان، الدلو، القوس. خلينا نشوف مين فيكم بيغير على التاني اكتر. مين بيغير على التاني اكتر؟ مشاعر الغيرة من حبيبك. مشاعر الغيرة منك. والله انت مش بتغير عليه، بس انت قرفان من كتر المشاكل، انت دايما بتعمل خناقات ومشاكل مع الشخص، مش عارف تتوافق معاه خالص. يجيلك من هنا، انتوا الاتنين فكريا ممكن مش متوافقين، لكن مشاعريا مرتبطين ببعض. مين بيغير على التاني اكتر؟ انا شايفاك انت برضو بتغير غيرة قاتلة ومدمرة، وممكن تعمل خناقة ومشكلة كبيرة بسبب الغيرة. بس حبيبك برضو بيغير عليك، لانه هو بيشوف ان انت اعلى منه، وانه مشدود لك. ممكن بيشوف ان انت مستواك اعلى، عندك مميزات اعلى، فبيخاف ان حد يعني يجي لك من مستواك وتسيبه، او تشوفه صغير او تشوفه قليل. ف يعني هو بيغير، مين بيغير على التاني اكتر؟ انت بتغير على حبيبك اكتر. لكن هو برضه عنده خوف انه يكون مش كافي بالنسبة لك ويكون قليل في نظرك. عندي برج السرطان والاسد. اكتب في الكومنتات 3 سبعات لاستقبال طاقة القراءة.